طيب بص بقى، المختلف في الحلقة دي هو ان هخليك يبقى معاك فيزا حقيقية تقدر تدفع او تربط بيها او تعمل كل اللي نفسك فيه حرفيا، وبنفس الفيزا دي هتقدر تربطها اكتر من 1000 او 2000 اكونت على فيو 3 او في اي او 3. يعني انت متخيل بفيزا واحده تقدر تعمل اكتر من مليون فيديو لو حبيت، وزود يا باشا في الارقام محدش هيراجع وراك. وهنقول تاني حل مشكله اضافه ايميل المؤسسه، وهقول لك ازاي لو الفيديو ما بيقبلش معاك الكلام بالعربي هقول لك ازاي تحل المشكله، وكمان الفيديو اللي بدون صوت، وكل المشاكل دي مع حوار الفيزا خليته لك في فيديو واحد. فبس يا سيدي قبل ما اروح على هناك ما تنساش انك تصلي على النبي ويلا بينا. بصوا يا جماعه، انا عارف ان الفيديو ده المفروض كان ينزل من قبل العيد اصلا، بس طبعا احنا دخلنا على اجازه وانا بصراحه قلت ايه انتخل شويتين علشان ارجع معاكم بقى بقوه حبتين. تمام يلا بينا نبدا، وعايزك تركز وما تقلقش من حاجه، الموضوع ابسط مما تتخيل. طيب الموقع اللي معانا هو الموقع ده اللي هو شيشه.io، وهسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت. طبعا هنا انا داخل بالاكونت بتاعي، هبدا اعمل خروج عادي جدا اهو. طبعا الخطوات هخليها لك واحده واحده، لا هعمل مونتاج ولا هقص، وانت عارف ان انا في الحتت دي بحب اسيب لك حتى لو ظهرت مشكله بحب اسيبها لك واقول لك ايه الحل بتاعها وانا معاك كاني فاتح معاك لايف. حلو. طيب اول ما هتفتح الموقع تعالى يا باشا نشيل الكلام ده برضه عشان كانك دوست على الموقع ودخلك اهو في البدايه خالص. مبدئيا لو الموقع اللي فتح قدامك ده بالانجلش وانت دلوقتي عايز تعمل هنا لغه عربيه ومفيش لغه عربيه، تمام، هقول لك على اضافه صغيره جدا تقدر تحول بيها اي ويب سايت بالانجلش قدامك لترجمه عربي فوريه. طيب كل اللي هعمله هنا ان انا هبدا اروح عند الثلاث نقط في متصفح جوجل كروم، وكل اللي هعمله ان انا هاجي هنزل تحت عند كلمه الاعدادات وهروح هنا عند اللغه، وكل اللي هعمله ان انا هبدا افعل الخيار اللي قدامك ده اللي هو التحقق من الاخطاء الاملائيه والكلام ده، وهضغط هنا كده وبس كده، وهبدا اقفل المتصفح وافتحه مره ثانيه، وهبدا اخش على اللينك بتاع الويب سايت. هلاقي ان في حاجه ظهرت هنا اهي شكل الترجمه، هضغط عليها وهتلاقي جمله العربيه جنب منها. اول ما تضغط عليها هيحول لك اي ويب سايت مش بس الويب سايت ده للترجمه العربي اللي انت شايفها قدامك دي. حلو، والامور بسيطه لحد هنا. طيب هنا هبدا اعمل تسجيل عادي جدا، هحط هنا البريد الالكتروني بتاعي وهيوصلني رمز. تعال نعمل كل الكلام ده. انا هنا هبدا احط البريد بتاعي اهو، وهبدا ادوس على كلمه الحصول على رمز التحقق. طيب تعال نرجع تاني، هو كده بعت لي الكود هناك. هبدا اخش على الجيميل عادي جدا اهو، هلاقي ان الكود وصلني بكل بساطه. هبدا اخده كوبي وهبدا احطه هنا كده، تمام. وهنا هبدا احط بقى الباسورد والحاجات اللي انت عارفها الباقيه دي زي الفل، وهبدا ادوس على الكلمه هيقول لي تم التسجيل زي الفل. هرجع احط تاني البريد الالكتروني بتاعي عادي جدا اهو، وهبدا اعمل تسجيل الدخول عادي جدا. هتلاقي ان هو خلاص فتح معاك بالشكل البسيط ده. طيب هنا بقى كل اللي هعمله ان انا هبدا ادوس له على احصل على بطاقه ماستر كارد بالشكل ده. اللي هعمله ان انا هبدا اضغط هنا، وهنا هبدا اضغط له على كلمه تطبيق البطاقه بالشكل ده، وهنا هبدا اسجل عادي جدا. طب هنا هبدا ادور على كلمه ايجيبت اهي بالشكل ده، وهبدا ادوس له اوكي، وبعد كده هبدا احط رقم الفون بتاعي عادي جدا اهو بالشكل ده، وهنا هبدا احط اسمي احمد مثلا حمدي، تمام. هنا بقى طالب مني ثواني ايه نترجم بس الكلام ده. هنا طالب مني ان انا امسك بطاقه الهويه او جواز السفر او ايا كان، وتبدا تمسك الموبايل بتاعك عادي جدا، وتبدا تمسك جواز السفر بتاعك او البطاقه وتمسكه كده بايديك عادي جدا، وتبدا تاخد سيلفي بشكل واضح، وهتبدا ترفع له الصوره هنا. انا عملت الخطوه دي، واللي انا بقوله لك والله هو اللي انا نفذته، وهي نفس الخطوات، وهو ده اللي تم، واخدت الكارت وكل حاجه كانت زي الفل. فتعالى بينا ايه هبدا ارفع الصوره اللي انا عملتها. رفعت الصوره بشكل عادي جدا، ولكن طبعا هخفيها يا جماعه علشان دي اسرار بقى انتوا عارفين، تمام. وهبدا اضغط على كلمه التالي. طيب بص هنا كده وركز معايا في الخطوه دي، تمام. هو هنا محتاج منك مبلغ صغير، المبلغ ده مش هيتعدى بالمصري 380 جنيه بالظبط، تمام. انا شايف انك تدفع 380 جنيه ويبقى معاك فيزا تقدر بعد كده تعمل كل اللي نفسك فيه بيها بدون اي مشكله كانها فيزا حقيقيه. الموضوع عامل زي ريدوت باي للناس اللي عارفه، ولكن انا جربت فيزا ريدوت باي في فيو 3 ما اتقبلتش، دي اللي اتقبلت معايا. وفي طريقه غير دي هتبقى طريقه مجانيه وبتاخد منها فيزا برضو، انا ربطت بيها واشتغلت معايا وبدون اي مشكله. ولكن الطريقه الثانيه اخد معايا وقت كبير على بال ما اتاكد من الهويه ومش عارف ايه وبعت لي الكارت. لكن دي الطريقه الاضمن والافضل بالنسبه ليا، فكره ان انا ادفع مبلغ صغير وفي الاخر يبقى معايا حاجه كانها حقيقيه اقدر اشحنها واعمل بيها كل اللي نفسي فيه. وهعرفك كمان ازاي تشحنها وتحط فيها مبالغ دولاريه عادي جدا بفودافون كاش.
ازاي بقى؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. دلوقتي هو كل اللي عايزه هنا ان انا هبدا ادوس له اضافه صندوق بالشكل ده، وهنا هو بيقول لي ان في عنوان محفظه محتاج ان انت تشحن عليه. انا كل اللي هعمله ان انا هبدا اخد نسخ العنوان بتاع المحفظه اللي هي بتاعتهم، وهبدا اروح على موقع ايه بقى؟ الموقع ده. الموقع ده يا جماعه موقع مضمون، انا شحنت منه كذا مره، وموقع فعلا ملوش حل. كل اللي هتعمله هنا انك هتبدا تسجل ايميل عادي جدا برضو عليه بالشكل البسيط اللي احنا اتعودنا عليه اهو. هبدا ادوس انشاء حساب جديد، وهنا هبدا احط الاسم زي ما قلت لك قبل كده، احمد حمدي اسم المستخدم اهو. بعد كده احط الباسورد بالشكل ده، وبعد كده هبدا اكتب له الكود اللي قدامك ده، وهبدا اعمل افتح حساب الان. كده كلام محترم قوي. طيب رجعني بقى يا معلم للصفحه الرئيسيه كده بتاعت الموقع، تمام. وزي ما قلنا هنا بقى هنبدا نعمل ايه، وركز في الخطوات كويس جدا. هنا انا هبدا اقول له ان انا محتاج احول بالعمله اللي هي دي الBAB، وركز معايا. وهنا هبدا اقول له انا محتاج ادفع فودافون كاش، فهبدا اختار فودافون كاش. طيب هنا انا هحط له 380 جنيه، فهيديني حوالي $7.31. طيب هبدا اعمل تبادل بالشكل ده، واستنى عليا عشان تفهم ايه اللي بعد كده. لما تيجي تنزل لتحت هتلاقي ان الرقم اللي انت حطيته ده بعد خصوم مش عارف الرسوم والكلام ومش عارف ايه، هيحول لك $5 بالظبط على المحفظه اللي احنا اخدنا اللينك بتاعها كوبي اهو. هرجع تاني هنا وهبدا ادوس نسخ العنوان، وهبدا احط له الكلام ده هنا اهو، وبعد كده هبدا اعمل تاكيد التبادل. لما تيجي تنزل تحت هنا هيبدا يقول لك حط لي الرقم اللي انت هتحول منه عن طريق فودافون كاش، وده الرقم اللي انت هتحول عليه ال 380 جنيه. بص، يبان ان الخطوات صعبه، يبان ان الخطوات كتير، بس عايز اقول لك حاجه، اعمل الخطوه دي مره واحده، خدها وان شوت كده يا باشا، تمام، ونفذ وخلي معاك الفيزا، اركنها، اكيد في وقت من الاوقات هتحتاجها. انا بحاول ابسط لك الامور، والله هي مش صعبه تماما، بس عشان اول مره عليك فانت هتحس ان الامور صعبه، بس هي مش صعبه، تمام. يبقى ده الرقم اللي انا هحول عليه 380 جنيه، وبعد ما تحول خد سكرين من اللي هو الرساله بتاعه تم التحويل، وابدا بعد كده حط رقمك اللي انت حولت منه هنا، وابدا ارفع صوره السكرين اللي انت اخدتها بعد ما حولت، بس مش هتعمل اي حاجة تانية. وهتبدأ تضغط هنا، هيبدأ يقول لك استنى شوية لحد ما يتأكدوا ان الفلوس فعلا وصلت لهم والكلام ده، وبعدها يبدأ يبعت $5 بتوعك اللي انت قلت عليهم على المحفظة دي. واول ما يوصل هنا $5 هيبدأ الموقع بتاعك لو عملت ريفريش هيبدأ يدخلك ويديك الكارت بتاعك بدون اي مشكلة. وبص دي حاجات انا واخد منها سكرينات بعد ما خلصت، علشان وقتها انا كنت بجرب ولكن كنت باخد سكرينات اهو. هنا بعد ما حولت خلاص بدأ يقول لي ابلاي كارد عادي جدا، خلاص اللي هو انت دفعت اللي انت قلت عليه، تمام. هنا بيقول لي ان انت $5 وصلوا، وببدا ادوس له اد هنا علشان ابدا اضيفهم على الكارت بتاعي. وهنا الشكل بعد ما وصلني الكارد، ببدا ادوس على كلمه كارد تحت كده، بيبدا يديني بقى يا باشا ال 14 رقم والكلام اللي انت عارفه. ودي الرساله اللي انا بعد ما حولت للموقع جاب لي الشكل اللي قدامك ده، بعد ما دفعت 380 جنيه وقلت له خلاص خد السكرين والامور تمام، بدا يجيب لي الشكل ده. وهنا بعد القبول، يعني هو هنا بيبدا يقول لك قيد المراجعه قبل ما يتاكد، وبعد ما يتاكد بيكتب لك الكلمه الخضراء دي. وهنا وصلني الكارت بدون اي مشكله. كل اللي بعمله ان انا ببدا ادوس فيو، هنا بيبدا يظهر لي كل الارقام، ما عملتش اي حاجه تانية. وهنا اهو تم التحويل برضو. كل الحاجات دي انا مخليها لك سكرينات، والله العظيم ده بالظبط اللي هتعمله علشان ما حدش يدخل يا جماعه في الكومنتات زي ما قلت قبل كده يقعد يقول لي انت بتقول كلام مش حقيقي انا ما بكذبش، لان زي ما انت عارف حته ان انا ابدا اقول كلام فيك علشان خاطر الم مشاهدات ده مش اسلوبي، والناس اللي هي موجوده معانا في القناه عارفه الكلام ده. فاللي بقوله لك هو ده بالظبط اللي انا جربته، معايا سكرينات اهي، ولكن انا مش عايز الخطوات طبعا تاني وادفع فلوس تاني والكلام ده. حلو، تعالى بقى افتح الاكونت بتاعي اللي هو انا فعلت عليه الفيزا عادي. تعالى كده نبدا نشوف. يعني هنا هبدا اعمل تسجيل الخروج، وهبدا اخش بقى بالاكونت بتاعي عادي جدا اهو، تمام. تعالى تسجيل الدخول، تعالى يا باشا يلا بينا. بص هنا البطاقه بتاعتي تحت اهي متفعله عادي جدا اهو، بضغط عليها. لو انا عايز اظهر ببدا ادوس عرض التفاصيل عادي جدا اهو. هنا بيبدا يقول لي حط لي كلمه السر، ابدا احط كلمه السر عادي جدا اهو. لو انا عايز اظهر بقى كل الارقام والكلام اللي انت شايفه قدامك دي ببدا ادوس عرض التفاصيل، هيبدا يظهر معايا كل حاجه. طيب انا كده معايا فيزا اقدر استعملها في فيو 3، تمام. تعالى بقى نسجل اكونت جديد على الجيميل لاول مره
خالص، وهبدا اقول لك ان الموضوع فعلا بيتقبل وما فيهوش اي مشكله على الاطلاق. طيب ده الاكونت اللي انا مشترك بيه عادي. تعال نبدا نخش بالاكونت الجديد اللي انا لسه مسجله من شويه اهو. هبدا ادوس بدء الفتره التجريبيه عادي جدا برضو اهو، وتعال نشوف ايه اللي هيحصل. طيب هنا بيقول لي اضافه بطاقه. طيب في الخطوه دي انا لازم افعل في بي ان، وزي ما قلت لك الفي بي ان اللي انا بشتغل بيه اللي هو اسمه اهو بضيفه على جوجل كروم، وشرحت ده في الدروس اللي فاتت عادي جدا. هختار من هنا الدوله دي وهبدا، مش هدوس على حاجه، هو خلاص هيتصل لوحده بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. اول ما يدوس لقطع الاتصال هو كده اتصل زي الفل. طيب تعالى نعمل ريفريش عادي علشان برضو الامور تبقى في التمام، وهبدا ادوس له من هنا بدء الفتره التجريبيه، وهبدا بعد كده ادوس اضافه بطاقه. طيب في حاله ان هو لو ما دخلكش على اضافه بطاقه بسرعه وطلب ايميل المؤسسه التعليميه، بص كده الموقع ده ممتاز ممتاز يا جماعه. كل اللي هتعمله انك هتبدا تحط له، يعني انا هبدا اعمل حذف قدامك اهو، انا كنت عامل ايميل تمام، وهبدا من هنا هختار اول اختيار ده، ما تعملش اي حاجه، ومن هنا هتدوس له انا الانسان، او علشان خاطر بس الاختبار ده ايه يبقى في المضمون. وهنا هتبدا تمشي مع الخطوات. هنا بيقول لك اسحب صوره الموتوسيكل على شكل الموتوسيكل، ماشي يا سيدي، وهبدا ادوس له التحقق بس زي الفل. هنا هبدا احط اي اسم حمدي مثلا او اي حاجه، وابدا اعمل انشاء، ده في حاله ان هو طلب منك ايميل مؤسسه زي الفل قبل ما يدخلك على خطوه البطاقه. طيب هنا هتلاقي الايميل اتعمل، هتبدا تدوس نسخ وهتبدا تضيفه في الايميل المؤسسه اللي هو طالبه، وهناك هيقول لك ان هو بعت لك كود. لما تيجي ترجع هنا تاني هتلاقي علبه الورد الفارغه دي هتلاقي الكود اللي هو بعته لك، هتاخد الكود وتحطه بس هتلاقي بعد كده بدا يدخلك للخطوه بتاعه اضافه البطاقه. هنا بدا يقول لك حط لي الفيزا بتاعتك، حط ال 14 رقم بتوعك. انا هبدا ارجع معاك اهو، وهبدا اخد هنا ادوس له هنا على المربعات علشان اخد كوبي، وهبدا اروح هناك هحط ال 14 رقم، وهبدا ارجع تاني على الفيزا اهو، احط التاريخ اللي هو 06/30، هبدا هنا احط الشهر اللي هو 6 وهنا سنه 2030، وهبدا ارجع هنا تاني هحط السي في في 5 اهو بالشكل ده تمام. وهنا بيقول لي الرمز البريدي، حط اي رمز، حط الرمز اللي انا حاطه مش هتفرق، حط بص روح على جوجل عادي جدا واكتب رمز بريدي اهو بالشكل ده، وخد اي رمز من الحاجات اللي قدامك دي، اي ارقام من دي، بص اي حاجه هتقبل معاك، او حط ده اللي هو 58201 بس. وبعد ما حطيت كل الكلام ده طبعا هنا هيبدا يحط لك العلم بتاع الدوله دي عادي، وهتبدا تعمل حفظ بس. بص معايا اهو، مش هعمل اي حاجه تمام. هنا بيقول لك هل تريد حفظ البطاقه؟ لو انت عايز ماشي قول له حفظ، مش عايز قول له شكرا، مش تفرق. وهتلاقي جمله اشتراك اضغط عليها اهو، لحظه معايا، تم الاشتراك تمام. الغي لي كده الموضوع ده، سيبه يفتح. الانتقال على النسخه البرو بتاعتك بس اهو، يعني كل حاجه قدام عينك بس. يعني انت قول لي بقى، الخطوات صعبه عليك؟ انا بقول لك يعني انت عارف انا بحبك في الله وبحب اقول لك الصراحه، صعب عليك اول مره، انت حاسس ان الدنيا لخبطه يا عم ولسه احول ولسه مش عارف اعمل ايه، اعمل ده وما تكسلش علشان ده هتحتاجه. وده انت بتقعد تدور على اليوتيوب كتير جدا عشان تلاقي له حلول، وبتقعد تتعب نفسك في انك مش عارف مين هينزل. طب ما هو اعمل وخلي معاك الفيزا، اركنها واستخدمها في حاجات تانية. طيب حد ممكن يسألني هل بقى اقدر ادفع بالفيزا دي على ادوبي؟ والله ما جربتش، ولكن للامانه انا قلت علشان اجرب لازم اشحن المبلغ بتاع ادوبي، وانا مش محتاج لده تمام. ولكن اللي عرفته او اللي فهمته ان الفيزا دي بتقدر تدفع بيها حاجات كتير، لجوجل بلاي، تشتري بيها من امازون، من علي بابا، مش عارف من مين. اعتقد ان ده كله بينفع على حسب كلام كل الناس اللي جربت. انا بكلمك بكل مصداقيه وامانه، انا ما جربتش. حابب تجرب مفيش مشكله، حابب بعد كده تبقى تشحن على الفيزا بقى عن طريق فودافون كاش والكلام ده بالطريقه اللي انا قلت لك عليها، والمواقع كلها هسيبها لك في الديسكريبشن، برضو مفيش مشكله. طيب بنفس الفيزا تقدر تعمل اكونت واثنين وثلاثه واربعه وعشره ومية والف وتربط بنفس الفيزا. ده اللي انا جربته، عملت اكتر من اكونت حتى من غير ما اعمل اكونت جديد، جبت كل اكونت ليا كان قديم وابتديت اربط الفيزا، ربط وقبل زي الفل. طيب باقي الحلول اللي انا قلت لك عليها، سواء ان الفيديو بيخرج بدون صوت، سواء ان الفيديو ما بيقبلش عربي، سواء مش عارف ايه المشاكل التانية مش متذكر والله، ايا كانت المشاكل، كل المشاكل دي اتكلمت عن حلولها بالتفصيل في الفيديو اللي قبل ده على طول.
تقدر انك ترجع وتاخد حلول المشاكل من هناك وتنفذها زي ما قلت لك بالخطوات التفصيليه. بتكلم كتير انا عارف، ولكن والله انا بس عشان متحمس وحابب اديك كل تفصيله مهمه جدا. طيب الطريقه المجانيه بتاعه الكارت المجاني او الفيزا المجانيه ازاي اعملها هقول لك عليها، بس بعد ما نروح لفاصل سريع لكورس حمدي اللي بقى دلوقتي بقى معاه عروض جباره جدا 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 جدا، وبينزلوا تحديثات يا جماعه باستمراريه. وزي ما قلت لك التحديثات بتنزل لجميع المشتركين بعد كده بشكل مجاني، يعني بتدفع قيمه الكورس مره واحده، واللي جاي كله بعد كده ان شاء الله بيكون مجاني بالكامل لتحديثات الكورس. اسيبك مع الفيديو التسويق اللي اقل من دقيقه ونرجع مع بعض مره ثانيه. طيب هتقدر انك تعد معايا المميزات اللي بقت مع كورس حمدي دلوقتي؟ مبدئيا نسيت الكورس بيشمل 4 كورسات زي ما قلت لك: السوشيال ميديا والمطبوعات والتسويق الذاتي اللي هو ازاي تجيب عميل وازاي تسوق شغلك بطريقه احترافيه، ورابعا المونتاج زي ما هو واضح في فيديوهاتي دلوقتي. كل الكورسات دي بتكون من الصفر تماما لحد ما توصلك للاحتراف بشكل سلس وبسيط زي ما متعودين مع بعض. الكورس حاليا بقى بيتحدث وبينزل له اضافات ودروس قويه جدا هتساعدك ان تنقل مستواك من شخص مبتدئ لشخص محترف، والتحديثات دي بتنزل لك بشكل دائم ومجاني بالكامل. يعني بتدفع قيمه الكورس مره واحده فقط، وبعدها بيوصلك كل التحديثات ببلاش. وخد بقى الهدايا اللي بقت مع الكورس دلوقتي: هتقدر تاخد مع الكورس فونت حمدي الاصدار الرابع الخامس السادس من الفونتات المدفوعه بشكل مجاني، وفوق كل ده هتاخد باكج مع الكورس 50 جيجا فيها كل الملحقات اللي ممكن تحتاج، وجروب تليجرام واتساب للمتابعه. يعني لو وصلك الكورس وفي اي حاجه مش واضحه او محتاج فيها مساعدتي بتتواصل معايا وبكون معاك ان شاء الله خطوه بخطوه. وبس كده يا سيدي، علشان تعرف كل التفاصيل الباقيه هتلاقي رقم واتساب ظهر قدامك دلوقتي تقدر انك تتواصل معايا عليه، او هتلاقي لينك تحت هتضغط عليه هيحولك الواتساب اوتوماتيك، وهناك هقول لك على كل حاجه. وبس كده. طب يا سيدي الموقع الثاني، تعالى بس نقفل الفي بي ان ده. تمام، الموقع هو اهو. طبعا في ناس اكيد عارفاه، ولكن بقى انا هقول لك ايه اللي ما عجبنيش هنا. هو عادي يعني اعمله، انا كده كده معايا والله الفيزا هوريها لك، اعمله. اولا علشان اسجل لازم افتح الموقع على الفون، لان هو بيكون عباره عن ابلكيشن. يعني هو الويب سايت هنا جيت اجرب ما وصلتش لحاجه، بتبدا تحمل الابلكيشن بتاعهم على الفون بتاعك بنفس الاسم، هتلاقيه على جوجل بلاي او على الاب ستور لو انت معاك ايفون، ما عندناش اي مشكله. واللي بتعمله انك بعد كده بتبدا تمشي مع الخطوات اللي هو بيقول لك عليها، نفس الموقع الاولاني بالظبط، ولكن بقى لا بدون شحن ولا بدون اي حاجه. بيبدا يديك فيزا عاديه جدا بتبدا تخش تربط بيها. انا والله جربت ده وحصل، بس ايه بقى اللي ما عجبنيش؟ ان هو علشان يبدا يتاكد من حته التسجيل والبيانات اللي انا حاططها له، قعدت بتاع مثلا اقول لك بتاع 6-7 ساعات على بال ما يتاكد، وبدا يبعت لي الفيزا. وهسيب لك سكرين من الشكل بتاع الابلكيشن عشان انا مش لسه ممكن اعمل فيديو تصوير شاشه موبايل وهبدا اربطه، فهيبقى موضوع بالنسبه لي. تمام، انا هبدا اهو. يعني طبعا مش هيبان لو جيت عملت من هنا، مش هيبان. تمام، هبدا اسيب لك سكرينات بشكل الابلكيشن والكارت بعد ما استلمته اهو. اكيد مش هيبان يا جماعه، يعني الكاميرا بعيده قوي عني. تمام، وابتديت اخد الكارت عادي جدا، وابتديت اضيفه في فيو 3 واتقبل معايا جدا، وربطته باكتر من اكونت واتقبل، والامور كانت زي الفل. تمام، لو انت عايز شرح تفصيلي ده هتلاقي له على اليوتيوب كتير موجود. يعني لو دخلت كتبت شرح التسجيل على موقع وحطيت له اسم الموقع هتلاقي كميه شروحات كبيره. لقيت ان الدنيا معقده وعايز اعمل لك شرح تاني، قول لي في الكومنتات وانا هعمل لك ده. قصرتش انا كده. تمام، فبس يا سيدي اتمنى تكون فهمت كل حاجه. يعني معذره للتاخير على نزول الفيديو ده، زي ما قلت لك هي بس كانت اجازه، واحنا قلت بقى اريح شويه عشان ارجع لكم ان شاء الله. ما تنساش انك تصلي على النبي، اشترك في القناه علشان اللي جاي ما يفوتكش، واشوفك ان شاء الله على خير في فيديو جديد. هتوحشني جدا. سلام.